مساء الفل. لسه جايه من السوق حالا. تعالى اوريكم جبت ايه. انا نزلت جبت شويه حاجات نواقص كده، وتعالى اوريكم جبت ايه. مبدئيا كده اول حاجه جبتها بطاطس. مش عارفه ليه الشاشه مظلمه، بس اهي بطاطس ماشي. كنت محتاجه بطاطس. جبت خيار غالي جدا، 30 و25 و18 اللي مش حلو. وجبت كمان طماطم. كنت واقفه بقى بنقي طماطم وقابلتني متابعه جميله جميله جميله، والله كنت واقفه مبسوطه معاها جدا. سلمت عليا وحضنتني وبستني، وانا كنت بصوا سعيده جدا جدا، مبسوطه جدا جدا اني قابلتك حبيبه قلبي. وبشكرك جدا جدا على كلامك الجميل، يا رب يخليكي ليا ويحافظ عليكي كده، قولوا امين. جبت طماطم اهو عشان نعمل بقى بيها غدا النهارده. بقى ما عنديش ولا طماطمايه كانت في التلاجة، جبتها حلوه يعني. دي كانت 13 يا 15 مش فاكره، 13 15 يعني. وجبت ايه؟ هتعملي غدا ايه النهارده يا هند؟ هنعمل فاصوليا. هو اساسا انا رحت عند العطار بقول له عايزه فاصوليا، فلقيته بيوزن لي اللي هي الطويله البيضه، فبقول له لا مش دي، انا عايزه ام عين سودا. قال لي ما اسمهاش فاصوليا، اسمها لوبيا. فانا من زمان دي اساسا مسميها فاصوليا، فاصوليا ام عين سودا دي. هي اسمها لوبيا. مش عارفه اقول لراجلي، قلت له طب هي دي اللي انا عايزاها عامه يعني. وجبت مستكه عشان نبخر بيها ونعمل بيها الغدا وكده. برضو جبت بقى ده عشان اروق بيه على نفسي، بس انا مش هشربه دلوقتي، انا هعمل قهوه وانا واقفه كده معاكم. بصوا، وملينه الفرخه، ملينه الفرخايه اهي من قبل ما انزل. حطيتها في خل وملح وليمون، هغسلها كويس دلوقتي. وكنت حاطه على النار ميه تغلي عشان نسلق الفرخايه بتاعتنا. وهنا شغلت الكتل عشان نغسل دي ونغسلها انا بحب الينها بميه سخنه عشان انجز، وبعد كده بسلقها عشان نلينها كده. اغسلها غسله كده سريعه وبعد كده الينها. فاصوليا ام عين سودا، هي اسمها لوبيا يا جماعه، بس ابو العافيه فاصوليا. اهي اغسلها كده غسله قبل ما الينها، وبغسلها تاني بعد ما بلينها. انا عاده فيا يعني، بحب اغسل حاجه الاول وبغسلها تاني بعد ما الينها. اي بقوليات بجيبها بعمل فيها كده. الميه تغلي واحطها عليها، اسيبها بقى حوالي نص ساعه كده ولا حاجه، قبل ما نعمل الطماطم بتاعتها بقى ونظبطها ونسلقها. بصوا اصفي الميه اللي فيها دي، ولو في اي حاجه وحشه شيليها، شوائب اي حاجه، واحط بقى عليها ميه سخنه الين. بس كده. طلع بتاعت القهوه بتاعتي اهي، السكر بتاعنا ده، صوت الكاتل طبعا. سريعا كده احطها على النار. انا بحب وانا بعمل اشرب اي حاجه اعملها عادي، بحب وانا شغاله اشرب، اذا كانت قهوه شاي نسكافيه كوكو، اي حاجه معلقتين قهوه كده محترمين، واحطها على النار وانا شغاله عادي خالص. يا سلام يا سلام، تشرب قهوه معايا بقى. اديني حلو الغرام، يا سلام يا سلام. فاكرين الاغنيه دي؟ اديني حلو الغرام، بالعين ولا الايدين، بدينا بالكلام. مش عارفه مين اللي فينا اللي ابتدى بالكلام، لكن فاكره عينيا لما. مبسوطه كمان قوي 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 ان الصبغه عجبتكم. ده لما شافتني متابعتي الجميله، نسيت اسالها اسمك ايه. لقيتها بتقول لي الصبغه احلى بكتير، لونها احلى بكتير من الفيديو. الكاميرا بتظلم يا جماعه، الكاميرا بتظلم يا جماعه، الكاميرا بتظلم. طبعا هو مش زي العادة ان انا ببتدي معاكم يومي
من اوله. النهارده ابتديته معاكم من المطبخ، من اعمل الغدا كده عشان نزلت بقى رحت السوق، وزي ما شفتوا كده كانت ناقصاني حاجات، نزلت جبتها ورجعت. وانا في السوق كده زي ما قلت لكم قابلت متابعه جميله، سلمت عليا وبسطت جدا ان انا قابلتها، مبسوطه جدا ان انا قابلتك حبيبه قلبي، يا رب اشوفك تاني. و بشكركم جدا 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 على تعليقاتكم الجميله. تعالى صبح عليكم كده، صباح الفل، صباح القهوه صباح العسل، صباح كل حاجه حلوه على عيونكم. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. يا رب كده تكونوا باحسن صحه واحسن حال. النهارده عندنا فيديو جديد وروتين جديد، وحطي لي لايك للفيديو، ماشي؟ تنسيش تحطي لي لايك للفيديو اهم حاجه. ولو انت جديده على القناه واول مره تشوفيني، اتمنى انك تشتركي في القناه، واهم حاجه انك تفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار جديد من قناتي كل ما انزل فيديو جديد. تمام. وحابه اشكر كل الناس اللي انضمت جديد لقناتي، نورتوني وشرفتوني، ويا رب كده اكون عند حسن ظنكم، وكون فعلا كده بديكم طاقه تحفيز تقوموا تشتغلوا وتشوفوا اللي وراكم. حابه اشكر كمان الدعم اللي جاني، شكرا جدا من منى، شكرا جدا على دعمك ليا حبيبه قلبي منى، متشكره جدا 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 لدعمك الجميل. وبشكر كل اللي بيكتب لي كومنت حلو، بجد بشكركم جدا جدا جدا، وبحبكم جدا جدا جدا، وربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي، احلى عيله في الدنيا. النهارده يعني خلاص فاضل لنا 3 متابعين بالظبط ونكمل 6000. دي حاجة كبيرة جدا جدا بالنسبة لي. فيلا يا جماعة كده حطوا لايك للفيديو، عشان الفيديو اول ما بتحطوا له لايك بيترفع كده، واليوتيوب بيقترحه وناس جديدة بتشوفه، فبالتالي بتعجبهم القناة فبيشتركوا في القناة، فالقناة بتكبر. فعايزين ال3 متابعين دول يجوا ونكملوا 6000 يا جماعة. يا جماعة 5000 دي مكانتش عايزة تزيد ابدا خليهم يزيدوا بقى فيلا بقى نكملهم 6000 كده. كله بيكم وليكم حبايب قلبي، ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي، احلى عيلة في الدنيا. زي ما شفتوا كده ابتدينا يومنا بالمطبخ، هنعمل غدانا، وفي وسط ما بنعمل غدانا وهو بيتعمل هنكمل روتيننا، هنطلع من المطبخ يعني مش هزنقكم بس في المطبخ، ماشي؟ فالنهارده زي ما انتوا شايفين كده عملت ايه يا هند؟ لينت الفاصوليا اللي هي اللوبيا، اللي انا بقول عليها فاصوليا برضو جايه معايا فاصوليا، ماشي؟ وبعد كده غسلتها غسله محترمه، عملت القهوه الجميله بتاعتي، وحطيت الفرخه على النار، حطيت لها ورق لورا، حبهان، حطيت لها بصلايه، طماطمايه، شويه فلفل اسمر وشويه ملح. واول ما ريمه طلعت على الوش شلتها، تمام، وسبتها كده تعيش حياتها مع نفسها. وحطيت ميه على النار، واول ما الميه غلت نزلت بالفاصوليا بتاعتي اللوبيا بتاعتي ومعين صودا، غسلتها غسله محترمه، وبعد كده هسيبها تتسلق نص سلقه، مش هسلقها سلقه كامله، تمام. صفيت طماطم، تمام، ضربت طماطم في الخلاط وصفيتها كده. انا بحب اصفي الطماطم في كل حاجه بعملها، شايفين القشر قد ايه طلع منها؟ ده ما بيبقاش مستحب في الاكل يعني، عشان كده انا على طول بصفيها، ودي بتبقى حاجه حلوه، بتبقى بتخلي الاكل حلو. حطيت بحله على النار، معلقه سمنه زي ما شفتوا، ونزلت ببصلتين مفرومين ومعلقه توم مفروم، شوحت ده كله مع بعضه. وبعد كده نزلت بفلفلايه، ودي اختياري، ماشي، قطعتها قطع صغيره. وبعد كده نزلت بالطماطم المعصوره وقلبتهم تقلبتين، وهننزل بملح، فلفل اسمر، كمون، كزبره، ومكعب مرقه، وهسيبها بقى ايه تتسبك وتعيش حياتها، تمام. حطيتها كده على العين اللي في الخلف، واول كده ما تسبكت وعاشت حياتها كانت كمان الفاصوليا عندي برضو فاصوليا، خلاص اعرفوها ان هي لوبيا، بس انا بقول عليها فاصوليا، تمام. عشان محدش يخش لي في التعليقات يقول لي يا هند دي لوبيا، يا جماعه انا عارفه ان هي لوبيا، بس انا متعوده من زمان بقول عليها فاصوليا ام عين سودا دي، ماشي؟ فخلاص اتعودوا عليا بقى على الوضع ده، ماشي؟ اهي هي دي اللوبيا ام عين سودا، انا بقول عليها فاصوليا يا جماعه، ماشي؟
هنا كده هننزل بقى بالفاصوليا، انا بصفيها من المية وبرجع احطها في الحلة، وزودت شوربة من شوربة الفراخ. تمام. هقلبها، هي محتاجة معلقتين شوربة تاني، ويا دوبك تغلي غلوة وتطفي عليها، خلاص كده بقت جاهزة. يعني هتغلي غلوة كده 2 وتطفي عليها مع الشوربة اللي لسه حاطينها. كده اللوبيا بقت جاهزة معايا خلاص. قلتها لوبيا اهو قلتها لوبيا. هنا بقى هتجيبي معلقتين صلصة. طب ما عنديش صلصة، خدت معلقتين من الطماطم قبل ما احط عليها البهارات وقبل ما احط عليها كل حاجة اللي هي بتاعة الفاصوليا. خدت لي معلقتين وحطيت عليهم شوية بهارات المشاوي، كيس بهارات المشاوي كنت جايباه، شوية فلفل اسمر، ومعلقة من معلقة ل2 كده سمنة، وشوية ملح. خلطة حلوة جدا للفراخ. هنا الفراخ خلاص كانت سلقت، فانا بحب احطها في الفرن، مبحبش اكلها مسلوقة بصراحة. فاحطها احط الخلطة كده جواها. بحب احط الخلطة في كل حتة، جوه وبره وتحت وفوق كل حتة. بغرق الفرخية بتاعتي. تمام. هغرق كده الفرخية بتاعتي كده من فوق، ماشي، عشان احطها في الصينية. ودهنت الصينية شوية سمنة او زيت، اي مادة دهنية عندك. وهلفها الجنب التاني بالشكل ده اهو. وهرجع احط الجنب ده بقى. ليه؟ لان انا هولع الشواية، مش هشغل الفرن. هولع الشواية، اول ما تحمر من الظهر هلفها واخليها تحمر من الوش. وهخلي شوية من التتبيلة ديت، اول ما الفها احط عليها تاني. تمام. هنا بقى كنت خلاص حطيتها في الفرن، وعيني عليها طبعا لان الشوايه متاخدش وقت خالص، هي دوبك 5 دقايق كل جنب. حطيت بقى حلة على النار، ونزلت معلقة سمنة شوية زيت، ونزلت بشعرية زي ما انتوا شايفين. حسيت بس ان السمنة قليلة فحطيت شوية زيت. انا بحب لما اكون بعمل رز احط سمنة وزيت، ما احطش سمنة بس او زيت بس. يا زيت بس يا تحطي سمنة وزيت، او زبدة وزيت، فاهماني. حمرت الشعرية. نزلت بقى بالرز المغسول. وبحب زي ما معوداكم ان انا اشوحه كده شويحة محترمة قبل ما انزل بالشوربة بتاعتي او المية بتاعتي. احط ملح ومكعب مرقة، وده برضو اختياري براحتك، مش عايزة تحطيه ما تحطيش. وهفضل اقلب يمين شمال لحد ما احس خلاص ان هو نشف والدنيا بقت تمام. هنزل بقى بالشوربة بتاعتي. هنا انا كنت مفضيه الشوربة في طبق عشان اخد الحلة واعمل فيها رز. نزلت بقى بالشوربة بتاعتي، وطبعا زي ما انتوا شايفين يعني خلاص انا خدت على اني مش لازم اعاير، يعني ايدي خدت خلاص. لكن انتي لو عايزة تعايري كوباية الرز بيبقى عليها كوباية مية. شوفي هتعملي مثلا كوبايتين رز يبقى عليهم كوبايتين مية، 3 كوبايات رز يبقى عليهم 3 كوبايات مية، فاهمني. بس مش مستاهلة. هسيب بقى الرز يتعمل، والفراخ كنت طفيت عليها، وكنت طفيت كمان على الفاصوليا. تمام. وقلت بقى ايه عبال ما الرز كده يعيش حياته. طبعا هديت عليه النار خالص، الرز لازم تخلي النار شمع لحد ما يستوي كده ويتشرب. خش يا بت على ايه على الاوضه كده ويلا. محتاجه روتين حلو كده محترم. فاول حاجه كده هنعملها، بصوا كم ملايه على السرير. بصوا كان في ملايه لحاف، وادي ملايه التانية التالتة. ليه؟ لان انا متعوده ان انا بستغطى حتى في الصيف. بتستغطي في الصيف يا هند؟ ما بستحملش المروحه، بسقع منها. فبجيب الملايات وبستغطى بيها. الملاية اللي يومين وتلاقوني رحت سحبة ملاية تانية، يومين رحت سحبة ملاية تانية. يعني يمكن الملايات اللي بستغطى بيها بتبقى اكتر من الملايات اللي بفرشها على السرير. فان شاء الله كده هلمهم كلهم واخدهم كده ادور في الغسالة. هنا بقى الستاند بتاع الميك اب. بص انا ما باجيش جنبه، وحتى لما بعمل الاوضه ولا حاجه ما بمسحوش ولا باجي جنبه، يا دوبك بمسح بس السريحه. فهو بصوا متطرب ازاي، محتاج يتغسل بقى. فهركنه كده على جنب عشان هغسله. ومسحت طبعا الميك اب بتاعي كله اهو زي ما انتوا شايفين.
والاستاذ ماسيو مش سايبهولي، كسر لي علبة الاي شادو زي ما انتوا شايفين. فالحمد لله مش عارفه احطه فين. انا عايزه اقول لكم كانت السراحه دي مليانه ميك اب كلها، فجبت الستاند ده عشان المه برضه وابعد ماسيو عنه، وبرضه مش سايبه يطلع يقعد لي على السرير ويفضل بقى ايه يكسر في ده ويرمي في ده ويشيل في ده ويحط في ده ويمسك ده من هنا ويحطه فوق ويشيل من فوق ويحط تحت. لما بصوا مش سايب حاجه في حالها. مش عارفه اعمل ايه معاه في موضوع الميك اب ده. شايله 3/4، شايله 3/4 في شنطه، ودول يا دوبك كام حاجه كده حطاهم في الوش يعني، وبرضه مش راحمهم يعني، برضه مش راحمهم. جبت بقى ملمع الزجاج كده، وهبتدي بقى ايه، لمعت السرير ولمعت الدولاب ولمعت النيش، واخر حاجة لمعتها السراحة كده قدامكم. تمام. وتعالوا بقى نفرش السرير كده سريعا مع بعض. دي الحافظة بتاعت المرتبة. تمام. نفضتها تنفيضة محترمة وركبتها تاني لان انا لسه مركباها ملهاش 3-4 ايام. تمام. هي كانت محتاجة تتنفض بس. والتانية برضو مغسولة، عندي واحدة تاني لبني مغسولة، ف يومين كده وابقى اشيلها. بتحافظ حلو جدا على السرير، وكمان بتثبت الملايات. يعني عايزه اقول لكم سيبكم منها ان هي بتحافظ على السرير من ميه، اي حاجه تتقلب على السرير، حد مثلا من الولاد يعمل بيبي ولا حاجه. بس انا طبعا ده سريري، فماسيو ساعات بينام عليه. ف بتحافظ حلوة قوي على السرير. بس سيبكم من كده، هي كمان بصوا بتثبت الملاية. انا الاول لما ما كنتش بحطها، كنت افرش الملاية مجرد ما تقعدي بس على السرير الاقي الملاية اتسحبت كلها. بتتسحب من على السرير خالص، ما بتتمسكش. فهي حلوة في انها بتثبت الملاية. فعشان كده كمان جبت واحدة تانية عملية. بصراحة هي عملية للمراتب التاكي. وحتى لو عندك مراتب قطن هاتيها عادي، هتحافظ لك برضو على المرتبة القطن على فكرة. فإذا كانت مراتب قطن أو مراتب تاكي هاتيها، وحلوة جدا جدا، بتحافظ على المرتبة. جميلة جميلة جميلة. وبتغسليها في الغسالة عادي خالص، تاخد لها دورة في الغسالة وهتبقى زي الفل. مش بصي مش مفيهاش أي حاجة. فرشنا بقى الملاية الجميلة بتاعتنا ديت. وهنا البطانية طبعا دي مش بنستغطى بيها، دي كنت بفرشها لما كنا بنناموا بره. هنا بقى هسحب السجادة بتاعتي، نفضتها تنفيضة محترمة، وهكنس الارض. انا كده كده كنت لسه عاملة الأوضة من يومين، فهي مش محتاجة تتسيق، كنت مسيقاها ومظبطاها يعني، مسحاها ومظبطاها يعني. ده تنظيف ليومين من اليومين اللي فاتوا، وانا ما جيتش جنبيها، فده يا دوبك هي بقى لها يومين بس. فيا دوبك بس ايه هكنسها كده كنسة، هي مش محتاجة تتمسح. تمام. وهنعطرها كده وهتبقى زي الفل. هرجع بقى افرش السجادة وكده. الأوضة خلاص خلصت الحمد لله، بقيت جاهزة معايا. احلى حاجة في الأوضة متاخدش وقت معايا خالص الأوضة دي، غير اي اوضه تاني بتاخد وقت معايا، صغنونه كده ومحندقه بتاخدش وقت معايا. يا دوبك بمسح بلمع الدولاب، وبلمع النيش، بلمع السراحه. خلاص كده افرش السرير، بتتكنس الارض، تتمسح، خلص الحوار. والحته اللي من جوه دي فيها الغساله، انتوا عارفينها طبعا، بصورها لكم على طول. هنا بقى مسكت الستاند، بصوا زي ما انتوا شايفين. ما قلت بقى مش هشطفه كده بميه وخلاص، مسكت البريل وحته سبونشه ودعكته دعكه محترمه اهو زي ما انتوا شايفين. هشطفه كده شطفه محترمه. كان في متابعه جميله كاتبالي في الفيديو بتاع التلاجة، لما انا كنت بغسل اسمهم ايه البتوع بتوع التلاجة، كنت بغسلهم في الحمام، الارفف بتاعت التلاجة. فقالت لي بلاش تغسليهم في الحمام، اغسليهم في المطبخ. انا حبيبه قلبي الرخامه عندي بتاعه المطبخ عاليه عليا، و الحوض صغنون، فبالتالي ما بعرفش اعمل فيه الحاجه الكبيره، ما بعرفش اعملها فيه، فبعملها في الحمام. وطبعا قبل ما بعمل اي حاجه في الحوض بتاع الحمام بدعكه دعكه محترمه.
فانا كنت دعكاه ومظبطاه وعملت فيه القفر بتاعه التلاجة. انا بعمل في الحمام كمساحة وبحب اخد راحتي في المطبخ. ما بعرفش بصراحة ادعك القفر بتاعه التلاجة بالذات لان هي عريضة وكبيرة، فبدعكها في الحمام وبعد ما بخلص برضو بدعكه تاني. يعني قبل ما بعمل بدعكه وبعد ما بخلص بدعكه. يعني بصي، هو بيبقى غصب عني ان انا ادعك فيه لان انا الرخامة عندي عالية، فما بعرفش اعمل عليها اي حاجة كبيرة، بلوص فاهمة. فالحمام عندي بعرف متمكنة فيه وبعرف اتعامل فيه. بس ده ردي عليكي بالنسبة لان انا غسلت القفف في الحمام. بس هنا بقى بصوا رصيت الميك اب وظبطت بقى الدنيا، رشيت كده شوية معطر، والأوضة بقى ايه راحت في حتة تانية. جميلة 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 بتفضل كده. انا عندي مصر بيخش يقعد يتنطط على السرير بيقلب لي الدنيا، بيقلب لي الدنيا. اما لما يعني يا دوبك طفيت النور دخلت المطبخ عشان اشوف باقي الغدا، رجعت لقيته عمال يتنطط على السرير. جبته من قفاه جبته من قفاه. خلصنا هنا بقى، تعالوا نطلع بقى نشوف غدانا بقى، نحط غدانا عشان نتغدى بقى. الفرخية بتاعتنا الجميلة اهي، بصوا خدت من الجنبين اهي زي العسل اهي. كان نزل منها كده شوية صوص، ورحت ايه حطاهم على الوش. الرز الجميل بتاعنا اهو، غرفنا الرز الجميل بتاعنا والفاصوليا الجميلة بتاعتنا. يا سلام يا سلام، احلى غدا ده ولا ايه؟ الغدا بتاع زمان الجميل. كفايانا بقى الحاجات اللي هي السريعة ديت. انا عايزة اقول لكم الواحد بيجي عليه كده وقت يقول طب ما انا اعمل فاصوليا، اعمل لوبيا، اعمل بزلة. الحاجات دي بعملها قليل قوي. بس بصوا يعني هو ده الاكل، هو ده الاكل بتاع الزمن الجميل اللي تبقي طالعه كده على السلم، جايه من المدرسه وطالعه من على السلم وشامه ريحه